السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التقاعد المسبق لسنة 2023. بالنسبة للعملاء الأجراء في قطاعات الاقتصادية الذي قد يفقدون مناصبهم عمل بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية، والذي في إطار إما تقليص عدد العملاء لأسباب اقتصادية أو التوافق القانوني لنشاط المستخدمين. المرسوم التقاعد يهدف وفقا لذلك المرسوم فإن كل الإجراءات مماثلة تأخذها السلطة العمومية يتعلق بالتكلف على عاتق الدولة بعمل المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحددها التنظيم، كما تشمل الترتيبات الوطني لحماية الإجراءات من خطر فقدان العمل بصفة إرادية لأسباب اقتصادية. وبموجب هذا المرسوم وفقا لما تنص عليه المادة 33 لذا القانون، فإن يتعنب المالية والمؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرار قضية نهائية تقضي بمصادرها أملائكهم في إطار قضايا لمنح العملة حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق لسنة 2023.